السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم البسلة باللحمة بطريقة حلوة جدا، والنتيجة فوق الممتازة. حاجة كده من الاخر، هتاكلي شوية بسلة سكر. بس تابع معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونقول المقادير بتاعتنا. نبدأ كده. جبت حلة على النار، سخنتها جامد وحطيت فيها شوية من الزيت. حط المادة الدهنية اللي انت عايزاها، زيت زبدة اللي انت عايزاه اعملي بيه. حطيت هنا فيها فص مستكة، فص صغير كده، ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي اللحمة. بيدي ريحة وطعم اللحمة جميلة جدا، بيفرق بصراحة. لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة. نجيب بقى اللحمة بتاعتنا دي، لسه جايباها طازة، واللحمة ما بتتحطش في مية، يعني اشطفيها شطفة خفيفة كده تحت المية، تحت الحنفية على طول، علشان بس ايه، مكان ايد الجزار، مكان القرمة اللي بيقطع عليها. بس اللحمة ما بتتنقعش في مية. في ناس بتبقى اللحمة عندها مثلا في الفريزر، بتطلع اللحمة عشان تفك وتحطها في المية لغاية ما تفك. ده غلط جدا. لازم اللحمة تطلع قبليها بحوالي ساعتين 3 كده. سواء هتحطيها في التلاجة مثلا من تحت، لو هتحطيها لتاني يوم، هتطلعيها على الرخامة، لو هتعمليها في نفس اليوم هتفك معاكي. بس يا ريت ما تحطهاش في المية. هنا بقى سبت اللحمة خدت صدمة معايا، قلبتها على الجنب التاني. لما خدت لون معايا حطيت لها رشة فلفل اسود ورشة حبهان على ورق لورا. وهنا شوحت فيها شوية، وجبت بقى ايه، بصلاية حلوة كده، قطعتها مكعبات وحطيتها احمرها مع اللحمة. وهنا ده نص قرن شطة كده، حباه حطيه، مش حباه استغني عنه خالص، بيدي ريحة حلوة جدا للحمة. لو مش بتحب الشطة فاستغني عنه خالص. هنا فضلت اشوح في البصرة لغاية ما ايه، ما خدت لون ذهبي معايا. انزلي بقى بمية مغلية، دي مية غليها في الكتل اهي. ما ينفعش ننزل بمية باردة من الحنفية على اللحمة، هتلاقي اللحمة شدت معاكي واخرت في السوى. فلازم ننزل بمية مغلية. انا مش هكتر المية، يا دوبك بس ايه، اغطي اللحمة بتاعتي. اللحمة انا جايباها وعارفاها ان هي صغيرة. احسن حتة لحمة تقطعيها السن او الموزة دي بتبقى طرية حلوة كده، والسن برضو ايه بتبقى طرية وناعمة، ما بتاخدش معاكي سوا. هنا بقى سبتها على نار هادية لغاية ايه ما شربت المية اللي فيها كلها اهي. ما شاء الله عليها، هي كده استوت معايا 80%. انا ما حطيتش ملح لغاية دلوقتي. هنا كنت ضاربة نص شفشق طماطم اهو، نزلت بيه على اللحمة واديها تقليبة كده، ونديها معلقة سكر صغيرة عشان حموضة الطماطم. وايه، نخلي الغطا بس ايه موارب، ما تقفليش الغطا خالص، لازم تخليه موارب كده عشان يطلعي الطماطم تتبخر. دي معلقة صغيرة من السكر، نقلبها ومش هنحط ملح دلوقتي خالص. نحط الغطا نواربه بس كده اهو لغاية ما الطماطم تسبك معايا خالص. هنا بقى بعد ما اتسبكت معايا، نديها بقى ايه، معلقة صغيرة كده من التوم المهروس. ده توم فريش اهو، بيديها ريحة وطعم في منتهى الجمال. كانوا شوية بسلة سكر، والله كان طعمهم زي العسل. يا ريت بقى لو وصلت معايا في الفيديو لغاية هنا، ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. هنا بقى نحط التوابل بتاعتنا. حطيت ملح، كمون، كزبرة، فلفل اسود، مش اكتر من كده. نديها تقليبة ونحط بقى البسلة بتاعتنا قبل ما نزود المية. احنا كده كده هنزودها مية، بس حطيت البسلة ده نص كيلو من البسلة، عليه جزر، يعني حط الكمية اللي انت عايزاها اللي تناسبك من الجزر. نديها تقليبة كده اهو، ونزود بقى المية. ما تحطيش المية من الاول، لا، حطي البسلة الاول وبعد كده زودي المعيار المية المظبوط، عشان ممكن المية في الاول تطلع معاكي كتيرة، هتلاقيها صيصة كده والمية زيادة. فانت حطي المية وقلبي. عايزة مية معاكي تاني زودي بالشكل ده.
احنا حطينا ميه لان اللحمه بتاعتنا ايه نزلت المرقه بتاعتها كلها في الصلصه. هنا اول ما دخلت معايا خلاص في السوا، اخر حاجه بحطها حبيتين من البطاطس. لو بتحبي عليها بطاطس بصراحه اول حاجه بتزود الكميه بتاعتها، وكمان بتديها قوام حلو. احنا عارفين ان البطاطس فيها نشا فبتديها قوام حلو كده تقيل. عملت جنبها بقى شويه رز بالشعريه. يعني انا البطاطس دي بنزلها اخر حاجه خالص، يعني قبل ما تستوي بحوالي 10 دقايق كده بنزل